بصراحة يعجز اللسان والبيان عن وصف المسيرة الحاشدة في ميدان السبعين في جمهورية اليمن الشقيق. يعني ما أجمل منظر الناس، هذه اللحمة الوطنية بكل أطياف اليمنيين، بالسنة، بالشيعة، بالزيدية، بالشافعية، بالحضارم، بالجنوبيين، بالشماليين، أيضا الأقليات اليهودية، بالمسيحيين، الكل المؤتمرين، أنصار الله، كل أطياف اليمن. لا أحد يزايد على اليمنيين يقول أنصار الله ومؤتمري وبعثي وقومي وناصري وسني وشيعي وأنصار الله وجنوبي وشمالي. كل اليمنيين أمس كانوا موجودين، كل اليمنيين كانوا حاضرين البارح، كل شرفاء اليمن كانوا في الميدان. وطبعا عذر من عذر، يعني لمن لم يستطع الحضور، ولكن والله العظيم منظر يعني تشيب منه الولدان، منظر جميل، منظر يعلم العالم والبشرية اللحمة الوطنية، يعلم البشرية معنى القومية العربية، يعلم العالم درس في الوطنية. نعم، هؤلاء هم اليمنيون، أبطال، والله أبطال، والله أبطال. منظر يعني تقشعر منه الأبدان، منظر جميل للوطنية. هكذا يكون الشعب اليمني. البارحة لا أقول التفوا من أجل الزعيم السابق أو من أجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التفوا من أجل اليمن، لم يلتفوا من أجل السيد عبد الملك الحوثي أو الحوثيين أو أنصار الله، التفوا من أجل اليمن. لا أقول التفوا من أجل الجنوب أو الشمال، التفوا من أجل اليمن. نعم، البارحة يعني تجاوز اليمنيون كل آلامهم ومشاكلهم وأمورهم. نعم، بينهم خصومة وفي خلاف سياسي وأمر طبيعي، ولكن معدن اليمني الأصيل بان في ميدان السبعين. هذا المعدن الأصيل اليمني عندما يقاتل اليمني من أجل وطنه، لا من أجل حزب، لا من أجل زعيم، لا من أجل رئيس، لا من أجل فلان أو فلان أو فلان أو حكومة بحاح أو حكومة هادي. نعم، البارحة اليمن انتفض، اليمن من أجل ماذا؟ من أجل الوطن. انتفض اليمن اعتراضا على القصف العشوائي الذي طال المدنيين. آلاف المدنيين سقطوا في اليمن. أين أصوات الأحرار؟ أين أصوات محللين السياسيين التافهين عندما يخرج هذا أو ذاك ويقول اليمن فيها الحرس الثوري، اليمن إيران؟ أرأيت مشهد ميدان السبعين؟ هذه الصفاقة عندما تقول اليمني يستعين بالآخر. اليمني لا يستعين بأحد، اليمني رجل، اليمني بطل، اليمني لا يستعين بكائن من كان. اليمن تصدر أبطال للعالم. اليمني بطل، هزم بريطانيا وهزم الأتراك وهزم الجميع. اليوم يقول لي فلان ويتنطع إيران. هذه الشماعة وهذه الأكذوبة السخيفة، هذه الأكذوبة الذي لا يقتنع بها إلا أحمق وأخرق، هو الذي يقتنع ويقول بأن إيران تتدخل. إيران لا تتدخل، ولست هنا بصدد الدفاع عن إيران، ولكن هذا واقع الحال. انظر إلى جموع البشرية. أمس كان زحف بشري، وهذا يعني ممكن يكون نصف الناس لم يأتوا البارحة إلى ميدان السبعين. شيء يذهل. هذه الشرعية الوطنية، هذه شرعية الوطن. اعتراض القصف العشوائي الذي طال المدنيين، الذي قتل الأطفال والنساء والشيوخ، حتى سوق الخميس والأسواق، حتى الأسواق. دمر اليمن، دمرت حضارة اليمن، سور اليمن، سور مأرب، كل شيء، كل حضارة اليمن دمرت بكل غل. دمرت اليمن، شرد الشعب اليمني، قصف الشعب اليمني، الأطفال، الشيوخ، النساء، ولكن لحمة الوطنية، لحمة اليمن، والله وعزة جلال الله كان منظر ميدان السبعين مدرسة في الوطنية، مدرسة في الوطنية، ومنظر جميل جدا. لا أستطيع أن أتكلم، والله خرس لساني، لا أستطيع أن أتكلم. فعلا ألف تحية للشعب اليمني، الشعب الصامد، الشعب الجبار، الشعب القوي. سنة وهو يتحمل كل ما تحمل. تدمرت المدارس، الجامعات، البنية التحتية، كل شيء جميل دمر في اليمن، حتى الإنسان اليمني، ولكن لم يستطيعوا أن ينزعوا من قلوب اليمنيين الوطنية. نعم، بينهم خلافات، أمر طبيعي جدا، بين الجنوبيين والشماليين، وبين أنصار الله والمؤتمرين، وبين فلان وفلان والحزبيين، وكل شيء، ولكن معدن اليمني عند المحن
يظهر معدن اليمني الأصيل. ننسى خلافاتنا ونلتف حول اليمن، ننسى خلافاتنا ونلتف حول الوطن. هنا الإنسان اليمني الأصيل، هنا معدن الإنسان، هنا معدن الرجال، هنا الإنسان الحقيقي الذي يلتف حول وطنه. ما أروع الشعب اليمني وما أجمل صموده، ما أروع الشعب اليمني وما أجمل تضحياته. نعم، هنا اليمن ولا يزايد كائنا من كان، ويتكلم بكلام سخيف لا يقبل العقل ولا المنطق ولا الواقع السياسي والواقع الفعلي في الأرض اليمنية. اليمني لا يحتاج أحد أن يدافع عنه، لا إيران ولا كائنا من كان، لا أحد يدافع عن اليمني بطل استطاع فعلا في مسيرة ميدان ال70 أن يلجم وأن يقطع كل الألسنة بهذا الصمود وهذا التحدي وهذا الخروج إلى الشارع والميدان. وما أجمل العلم اليمني وهو يرفرف بصراحة. أقبط اليمنيين على هذه اللحمة الوطنية وهذه القوة الوطنية وهذه الإنسانية. وأيضا حتى الزعيم، وإن خالفناه في بعض المسائل، حتى الزعيم علي عبد الله الصالح، ومن التف حول الزعيم علي عبد الله الصالح، والناس تجاوزوا كل شيء ووقفوا. نعم، هناك فساد وهناك ملاحظات على النظام، ولكن البارحة كلهم لم يلتفوا حول علي عبد الله الصالح أبدا، بل التفوا حول اليمن. علي عبد الله الصالح أثبت بأنه زعيم، بأمانة أثبت بأنه زعيم بهذه الحشود. لا أستطيع أن أنظر أو أتكلم، الحشود والصور تثبت هذا الكلام. اليمن بحاجة إلى أن نحن إليه. اليمن يحتاج منا أن نخرجه من هذه المحنة. اليمن نحتاج نحن الدول، وأنا أطالب مجلس التعاون وأطالب الكويت بلدي أن تنسحب من هذا التحالف بعد هذه المناظر. على كل إنسان صاحب ضمير أن ينظر بعين ضميرة، ينظر إلى منظر الحشود اليمنية والمحتشدين في ميدان ال70. نعم، انتهى كل شيء. اليمن بحاجة إلى وقفة جدية، إلى أنفسنا، إلى ضمائرنا، إلى أن ننظر إلى الشرعية الحقيقية في ميدان ال70. هنا اليمن، وهذه هي الشرعية الحقيقية، ولا شرعية زائفة لكائنا من كان، وإلى أي منبطح ولا أي إنسان خوان يأتي بالعدوان لقصف بلده.